من هو سمرة؟ سمرة هو رابر تونسي اسمه الحقيقي سامح الرياحي من مدينة صفاقس، ولد سنة 1995. بدأ مسيرته في الراب حوالي 2012 ونجح في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس والعالم العربي. لماذا سمارة مشهورة؟ يمتاز بأسلوب واقعي وشارع، كلامه يلمس قضايا مثل الفقر، الظلم، الغربة، مشاكل الشباب. يمتلك صوت قوي وطريقة أداء مختلفة جعلته واحد من أشهر الرابرز التوانسة. حقق ملايين المشاهدات على يوتيوب وأصدر عدة تركات ناجحة. الأغاني الشعبية من أشهر أعماله: ناركو ترافيكوينت، ناين أسيد، ديبيلي دي كارثاج، ألو ماما ماشي فيه، الجدل والقضايا القانونية. سامرا كان دائما محاط بالجدل، خصوصا قضايا مرتبطة بالمخدرات. سنة 2024 إلى 2025 تم إيقافه في تونس بتهم تتعلق بترويج المخدرات، ثم تم إيداعه السجن. محاميه يؤكد أن هناك مؤامرة وأن التهم مفبركة، بينما الإعلام يقول العكس. هذا الجدل زاد شهرته ولم يقللها. الأسلوب والتأثير: سامرا يعتبر من أشهر الرابرز في تونس لأن موسيقاه تمثل حياة الشارع. جمهوره يشوفه صريح وحقيقي. بعض الناس يشوفونه رمز للتمرد، والبعض الآخر يعتبره مثير للجدل. الجدل القانوني والإعلامي: تم توقيفه بتهمة ترويج المخدرات ضمن شبكة تم تفكيكها من قبل قوات الأمن التونسية. قاضي التحقيق أصدر قرارا بإيداعه بالسجن. محاميه يقول إن هنالك مؤامرة ضده، وإنه لا يتزعم أي عصابة، وأن الاتهامات مفبركة بحسبه. تم تجميد أمواله في البنوك، وهو يقول في فيديو أنه يكسب 400 ألف دينار شهريا تقريبا، ويدعي أن مصدر دخله هو الموسيقى وليس المخدرات. سبق أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة سنة بسبب حيازة أو استهلاك الكوكايين.